بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهلا بيكم وحلقة جديدة من قناة احترف اكسل مع ممدوح. النهاردة يا جماعة بنتكلم عن خاصية جديدة من خصائص الاكسل، وهي ازاي اعمل لستة خاصة بيا في الاكسل، وكل ما استدعيها تظهر لي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا الاكسل هنا لما كنا بنيجي نكتب مثلا ايام الاسبوع، وباجي بعمل هنا كده بعمل سيلكت، بيجيب لي هو باقي الايام. او لما اجي اكتب مثلا الشهور بتاع السنة، هو بيكملها لي لو عملت كده. طيب ازاي انا بقى دلوقتي لو عندي مثلا قايمة، او انا بستخدم الاسامي دي؟ مثلا عندي مدير المبيعات، ولو جيت عملت كده، انا عندي هنا مثلا مدير مبيعات، عندي مديرين مبيعات فبستخدمهم في شيت معين. فهاجي على الشيت التاني ده كده وهكتب مدير المبيعات، هكتب بقى الاسامي او هاخدها كوبي بيست؟ لا، هروح عامل سيلكت كده، راح ظهر لي الاسامي بتاعتي. ازاي الكلام ده بيتم وازاي بيحصل؟ هنشوف مع بعض ازاي بيتم. اول حاجة انا مثلا دلوقتي هنمسح دي كده خالص، او هنشيلها، وهنكتب حاجة قائمة جديدة مثلا انت بتستخدمها عندك. الاصناف مثلا فلاشة 4 جيجا، فلاشة 8 جيجا. عامة عندي قائمة من الأصناف. لو الأصناف دي طبعا عندك أصناف كتير أو كده، فعايز تعمل لها كل ما تيجي على شيت جديد أو تكتب الأصناف يظهر لك الباقي بتاع الأصناف بتاعتك. بعمل الكلام ده ازاي؟ أول حاجة بدخل على الفايل هنا كده، وبختار اوبشنز، وبختار ادفانسد، وباجي نازل تحت خالص كده عندي حاجة اسمها edit custom lists، وبدوس اوكي. هو هنا بيقول لي في عندك لستة موجودة في الاكسل اوريدي، كانت معمولة مثلا الايام، الشهور، السنة، الكلام ده كله. فانا عايز اضيف لستة جديدة عندي، فباجي هنا اعلم في المكان ده كده، وبقول بعلم عليه، وبقول import، ظهر لي هنا، وبقول له ضيف لي الحاجة ديت اد، وبقول له اوكي، وبدوس اوكي. لو جيت هنا ومسحت الاصناف دي كده، وجيت كتبت في اي حتة هنا الاصناف، وجيت عملت سيلكت كده، راح ظاهر لي الاصناف بتاعي. الكلام ده ممكن تستخدمه في اسماء الموظفين، اسماء الموظفين بتوعك، اسماء الموردين، اسماء اصناف المبيعات، المناديب، الكلام ده كله ممكن تستخدمه، فيوفر عليك وقت ومجهود بدل ما تقعد تكتب اسم او مورد او الكلام ده كله. تمام. هو ده كان موضوع حلقتنا النهارده، موضوع خفيف وسهل وبسيط وبس بيوفر وقت ومجهود. و دي كان نهاية حلقتنا، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وفضلا وليس امرا، ما تنسوش دعم القناة، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.